اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح النشاط ويا صباح الجمال ويا صباح النظافة. يلا بقى إن شاء الله هنعمل كده روتين. اللي هنغسل التلاجة وكمان عايزين نغسل بقى سيراميك الحمام ونظبطه كده. يلا تعالوا كده نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنسوش اللايك للفيديو بتاعي. يلا نبدأ كده ان شاء الله. اول التنظيفات هنعمل ايه بقى؟ انا خلاص كنت فضيت هنا التلاجة، مرضتش بقى اصورها لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو، فعشان لسه هنرغي كمان شوية في الفيديو. هشيل بقى الرفوف بتاع التلاجة والادراج بتاعتها علشان نبدأ نغسلها. هغسلها تحت الحنفية. هغسلها بايه بقى؟ حاطه بقى شويه بريل كده على شويه ميه على شويه خل، وعندي كمان منظف كنت جايباه من عندي بتاع المنظفات، منظف للتلاجة، خلطات كده يعني بجيبها من عند بتاع المنظفات. حطيت شويه وبتبقى التلاجة زي الفل وريحتها تحفه. انا التلاجة بعملها كل ما اجي انزل اروح السوق اجيب حاجات، فقبل ما بحط الخضار بروح جايه غسلاها عشان ارص الخضار على نظافه. اهو الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اهو. وجبت بقى ايه، هي دي مش سلك على فكره، هي دي سبونشه اللي هي عامله زي السلك بس هو مش سلك، يعني ما تخافوش مش هتجرح التلاجة. سبونشه عاديه خالص بس هي لونها سيلفر زي السلك كده. هدعك بقى التلاجة. هي والله التلاجة مش يعني، هي الحمد لله نظيفه، مش بسيبها يعني ان هي تبوظ قوي يعني. فكل ما بنزل كده كل اسبوعين كل 3 كل ما بنزل السوق بروح جايه عاملاها ومنضفاها. وطبعا الفريزر طبعا انت ما بيبقاش يعني عشان انت مش استعمالك في الفريزر كتير، فالفريزر بيبقى نظيف. انا عندي التلاجة هنا الفريزر تحت فكان نظيف الحمد لله. فانا عملت الكابينة بس بتاعت التلاجة من فوق وخلاص. تعالوا بقى نتكلم عن موضوع كده، بجد الموضوع ده يعني مهم جدا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، يعني فين الجيران بتاعت زمان؟ يعني فين حق الجار على الجار؟ يعني دلوقتي الجيران بقت وحشه قوي، ما عادش جيران زي بتاعت زمان كده، اللي هم يخافوا على بعض يسالوا على بعض. انا كنت افتكر زمان لما كنت لسه قبل ما اتجوز عند ماما، يعني ثواني بس وهرجع اتكلم تاني. دي فوطه كده حاطه فيها شويه خل، بعد ما غسلت التلاجة بنشفها بيها كده، وفي الاخر خالص بنشفها بفوطه ناشفه خالص. يعني بعقم بس التلاجة كده بفوطة عليها شوية خل. بعد ما بغسلها بشيل بقى الصابون وكده بيها، وبعد كده اجيب فوطة ناشفة خالص بنشف بقى التلاجة، بجففها بقى تجفيف خالص تاني. تعالوا بقى نرجع للموضوع بتاعنا. كنت افتكر زمان كده لما يكون حد تعبان او حد ناجح، كانت ماما مثلا كان زمان اللي هو الصناديق اللي هي الحاجه الساقعه دي الازاز، كانت لازم اي حد ناجح اي حد عنده فرح اي حد تعبان مثلا، كانت الجيران كانت قلوبها على بعض كده. دلوقتي الجار لو مثلا 4 جيران اهو، في 2 منهم متخاصمين مثلا، بيبقى مثلا الجيران التانية عايزاكي يعني مش عايزاكوا كمان، عايزاكوا انتوا كمان ما تكلموهمش. يعني واحده مخاصمه جارتها مثلا تقولك يعني ايه، يعني عايزاك انت كمان كلكوا تتكاتروا عليها انتوا كمان ما تكلموهاش. فهو ليه كده الجيران بقت وحشه؟ ليه النفوس بقت وحشه؟ ليه الناس بتتمنى دلوقتي اي نعمه تزول منك؟ معلش الكحة بس بنتي عندها كحة. بغسل هنا بس هرجع للموضوع تاني. الرفوف بتاع التلاجة او اللي هي الحاجات اللي بتحط فيها البيض والحاجات دي، يعني ارفف يعني بنفس برضو الخلطة اللي انا عملتها. المهم، فدلوقتي بقت الناس دلوقتي لو واحدة مثلا جارة تعبانة او حاجة، ومثلا وانت عايزة تشوفيها او كده، جارة تانية تقولك ما احنا كلنا تعبانين. لو بنتها تعبانة او ابنها تعبان تقولك ما ولادي كمان تعبانين، بيخافوا دلوقتي الناس بتخاف. فانا مش شايفه الجيران بتاعت زمان، الجيران الحلوه. انا كنت افتكر ايام رمضان ده الحلو، اي حلويات كانت ماما تعمل منها كانت تطلع لجيراننا منها، تبقى معاهم في النجاح، تبقى معاهم في الفرح، تبقى معاهم في المرض. دلوقتي النفوس بقت وحشة، اي حد بيتمنى النعمة تزول منك. لو انت مثلا علاقتك كويسة مع جوزك والحمد لله وماشية مستورة، الناس كلها تبقى عايزة تتدخل ما بينكم علشان تبوظ العلاقة دي، او مستكترة عليك النعمة اللي انت فيها، او مستكترة عليك العيشة اللي انت فيها.
والله. وبيبقى كمان يعني بيبقى اقرب للناس ليكي، بتبقى برضو مش حابة الخير ليكي. ما عادش الناس بتحب الخير لبعضها، ولا حد مثلا يتمنى الخير لبعضه. لا، كله دلوقتي عايز بيعلي على التاني، عايز يبقى احسن من التاني، عايز يبقى بيحقد على التاني، بيحسد التاني. دلوقتي بقت الناس مش عارفه ليه الناس بقت كده. وبنتكلم بقى دلوقتي تقول ايه، ليه الدنيا غلا، وليه اللي بيحصل فينا كده؟ ما هي من النفوس او من القلوب ما عادتش على بعضها. كله دلوقتي بيبص لبعضه بصه وحشه. كل جار دلوقتي، الجيران دلوقتي بقت وحشه قوي. الجيران ما عادتش زي زمان يا جماعه والله. الواحد زمان كده كانت الجيران دي كانت تبقى مع بعضها، والناس قاعده، الناس الحلوه بتاعت زمان اللي كانوا يفضلوا مع بعض كده في الفرح وفي الحزن. دلوقتي مفيش. كل واحد دلوقتي قافل بابه على التاني، يقول لك لا ده انا هخاف، ده تعبان، لا ما كلنا تعبانين، لا لا مش عارفه، ده انا مخاصمه دي، لا كله خاصمها لازم نتكتر عليها. لا، ليه كده؟ مش عارفه بصراحه والله. يعني الواحد مستاء بصراحه من من المواضيع دي بصراحه. يعني لو الحاجات دي كانت بتحصل قدام، مش كانت، لا بتحصل قدام عينينا دلوقتي. انا بصراحه يعني ما بحب، مش موضوع ان انا في حالي بقى او كده. انا بحب الاختلاط وكل حاجه، بس يعني نبقى مع بعض في كل حاجه كده. دلوقتي لا، الناس بقت بصراحه يعني الناس ما بقتش تتعاشر خالص دلوقتي. يلا الحمد لله، ربنا يعزينا منها على خير، وربنا يهدي النفوس يا رب. وكل واحد بيتمنى لحد حاجة يا رب يديله منها وزيادة. يعني انت بتتمنى لي خير، ربنا يعني ايه، يجيب لك الخير كله لحد عندك. انت بتتمنى لي مثلا زوال النعمة، مش هقول لك ربنا يزيل النعمة لا منك، لا يعني بسلمك لربنا وخلاص. والله اي حد بيأذيني في حياتي، او اي حد بيتمنى ان النعمه تزول مني، ما بدعيش والله عليه. انا بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل بس. والله هي يعني بوكل ربنا، وبجعل ربنا حسبي ووكيلي في كل حاجه في حياتي. بوكل ربنا في كل حاجة في حياتي. حد بيأذيني بوكل ربنا عليه، حد مش حابب لي الخير بوكل ربنا عليه برضو. ربنا هو اللي بيجيب الحق يا جماعة. مش احنا اللي هنحاسب الناس، ولا احنا اللي هنعاقب الناس، ولا احنا اللي مش احنا اللي بنحاسب. لهم رب. اي حد اذاك قول حسبي الله ونعم الوكيل، وكل ربنا بس، وشوف ربنا هيجيب لك حقك منه ازاي. ف... فهي المواضيع دي بس والله كانت مضايقاني قوي، لان فعلا المواضيع دي في حياتنا كلنا. اكيد ليكي برضو جارة مثلا بتحقد عليكي، او ليكي حد قريب منك بيحقد عليكي او كده. فما تحاوليش ان انتي تردي الاساءة بالاساءة، او تردي الحقد بالحقد. ده بيحقد علينا، هحقد علينا كمان. لا يعني وكلي ربنا في كل حاجة. خلاص هنا انا كنت خلاص خلصت التلاجة وغسلت الرفوف ورغيت معاكم كمان كتير. يعني عايزه اقول لكم بركبها بقى. عايزه اقول لكم يعني الفيديو ده 14 دقيقه او يعني او اقل من 15 دقيقه. يا ريت ان انا كنت خلصت. طبعا انا قعدت فيها كتير، يعني يجي ساعه وشويه على ما فضيت التلاجة وعلى ما رصيتها وكده. فياريت الشغل يبقى بالمونتاج اللي احنا بنعمله ده كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك وشير واشتراك لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي. بس كده والله يا جماعة. يعني انا حبيت اتكلم في الموضوع ده لان الموضوع ده مضايقني. عايزة اقول لكم معلش بس هفصل الكلام. الدرج ده يعني ارخم حاجة في حياتي. كل ما اجي اغسل التلاجة يقرفني القرف ده، وبعد كده ارجع اشيله تاني وهكذا، واشيل الرف واحطها. بيضايقني، بيقعد معايا يجي ربع ساعة على ما اركبه. وده الدرج اللي هو فوقه. الدرج اللي تحت ده بيبقى فيه زي اضاءة كده، اللي هو لما بتيجي تحطي الخضار فيه بيفضل فريش لمدة اطول. يعني الاضاءة اللي فيه دي والله يعني انا ما حسيتش فرق كتير لما حطيت فيه حاجة يعني. بس يعني اهو بقى فما اعرفش. انا بحط فيه اصلا يعني ما بحطش فيه خضار كتير. ممكن بس بحط فيه لو جايبه خضره اللي هي المحشي، كزبره او بقدونس او شبت، بلفها كده في استرتش راب وبحطها فيه. ممكن تفضل معاكي اسبوع مثلا. لو جايبه ملوخيه برضو، بس انا جبت ملوخيه قبل كده وحطيتها في الدرج ده برضو باظت بعد اسبوع، باظت والله.
هما بيقولك لفتره اطول، لما بتحطي فيه الخضار بيفضل معاكي فتره اطول ولا بيفضل ولا حاجه. هنا خلاص كنت رصيت بقى التلاجة ورصيت بقى الازايز مالكوش دعوه بنص البطيخه دي ورصيت بقى الخضار بتاعي وكله بقى تمام. هنا بقى خلصت اهو. هقول لكم بقى على تكه كده لما اعملها في التلاجة بتضيع ريحه اي حاجه في التلاجة. بجيب بقى فحمايه زي مكعب فحم كده بحطه في قلب باب التلاجة، بيبصوا ما بيخليكيش اي روايح فيها. ولما تيجي تحطي تستخدمي مثلا متبله فراخ او حاجه غطيها بستريتش راب. يلا بقى نقفل التلاجة ونخش على الحمام. عامله بقى شويه الجردل، شويه ميه كده، الميه بتشلني بصراحه هنا وانا بملاها والله بتشل. مصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كنت عملت كمان، يعني انا ما عملتش التلاجة بس والحمام، لا انا كنت كمان طبقت دولاب بتاع الاطفال بتاع عيالي، بس طبعا ما صورتوش. يعني يعني ما رضيتش اصوره عشان ما اطولش الفيديو زياده عن كده، لان الفيديو كان حسيت ان هو هيطول معايا قوي، فما صورتوش بصراحه. فاكتفيت ان انا اصور لكم روتين التلاجة عشان تقومي تشجعي كده انت وهي. طبعا احباب الله كانوا واقفين على الباب، فانا حبساهم يعني قافله كده نص قافله علشان ما حدش يدخل. هغسل الكابينه بقى بتاعت الازاز دي. عايزه اقول لكم والله العظيم يعني هي برضو ملهاش اي 30 لازمه. يعني انا بندم ان انا ما عملتش بانيو، حتى البانيو كنت هغسل فيه بطاطين او كده، انما هي بصراحه وبرضو لما بتقفلي عليكي الكابينه وانت بتاخدي شاور او حاجه الميه بتطلع برضو، فهي زي ديكور كده وخلاص. بس يلا بقى. وبرضو حاجه تانية السيراميك الاسود ده، عايزه اقول لكم والله العظيم انا غسلاه من يومين 2 غسله السيراميك كله، وشايله الشفاط بتاع الحمام وشباك الحمام ومخليه الدنيا زي الفل، بس مش عارفه ليه بيغير مهما اغسله. بجيب كده برضو خلطه الحنفيات اللي كانت معايا، اللي انا برش عليها على الحوض ده منها. دي خلطه حنفيات كده بجيبها من عند برضو بتاع المنظفات، بتخلي الحنفيات بتبرق كده، قوليله خلطه حنفيات. بيبيع خلطات كده على بعضها بتبقى حلوه قوي. خلاص هنا بقى غسلت الحوض وغسلت الوحدة دي، وخلاص بقى هنزل بقى الصابون من عليهم، ففوق قوي مش هيطول البتاع ده. فبقى هجيب جرد المية بقى واحاول ان انا اكب كده. طبعا انا يعني لما بكونش بصور بجيب كرسي وبقف عليه ويعني بكب كده بالجردل بالمية، بس انا طبعا عشان بصور فمش هعرف اقف على كرسي وكده، فهمسك الجردل بقى. فعايزه اقول لكم غرقت نفسي فمش مشكله يعني فداكم. فما تنسوش بقى شايفين اهو يعني. انما غير كده غير التصوير بقى بجيب كرسي ويعني وبظبط الدنيا. والكابينه خلاص بقت زي الفل اهي. وهجيب بقى كمان جردل كده على السيراميك، ويلا قومي تشجعي بقى. الجو حر بقى والبلبطه دي في الحر ما تخافوش، الكهرباء مش هيجي عليها لان البتاع ده عليه كفر كده. قومي تشجعي بقى كده، الجو حر بقى اهو، وتشجعي بقى وبلبطي بقى الشقه ميه. الصيف عايز كده، عايز البلبطه دي يا جماعه والله. واجيب جردل كمان كده، شايفين بحب انا البلبطه دي قوي. بس يا جماعه هي دي بقى كل المواضيع اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها، فكانت مضايقاني بصراحه لان في حياتنا كلنا كده. فربنا يهديهم يا رب، وربنا يهدي النفوس، وربنا يهدي الجيران العاقة دي وربنا يهدي اي قريب مثلا عايز يأذيك، او ربنا يهدي النفوس، ربنا يهديهم يا رب. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيأذي حد. خلاص هنا كنت خلصت الارضيه بقى ودعكتها وكده، وخلاص هنشيل بقى الرغاوي دي بشويه ميه كده. وبعد كده بقى هنشف الحمام تنشيفه حلوه بعد ما اشيل الميه بقى بالمساحه وكده، بس انا ما صورتش بقى الميه بالمساحه وكده وخلاص. وبس كده، هو ده الروتين اللي احنا كنا بنعمله. وخلاص هنا بقى نشفت بالشرشوبه بقى في الاخر كده، بحط معاها شويه معطر وبنشف، وبقت بقى الحمام زي الفل اهو. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم. بس خلاص، بس انا كنت بتسلى معاكم كده وانا بخلص شغل البيت. واتمنى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على الرسول، واكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد. وبس كده، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.